في مفاجأة انت مش هتقولي لي احنا هنقول ايه؟ مم. اوكي. خليكي مبسوطه. بصي this is an experience، احنا جايين نتبسط. ماشي. الحلقه دي احنا هنتفرج عليها. اوكي. العواف عليكم، يا رب تكونوا بخير. ازيك يا نهى؟ ازيك يا جاز؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. نهى صاحبتي، محتاجه علشان ان انا تو انتروديوس مين نهى في حياتي حلقه تانية، بس النهارده انا هحكي لكم ازاي اتعرفت على نهى. النهارده احنا جايين كده نضحك ونهزر وهنحكي لكم حاجات لذيذه قوي بجد. اول مره شفت نهى، انا ونهى انا اشتغلنا 14 سنه في نفس الشركه واتقابلنا في اخر سنه for some reason، يعني لسبب ما، لنصيب. اول مره شفتها نهى زي ما انتم شايفين كده، elegance icon، ايقونه اناقه كده، وهي شخص الانطباع الاول عنه ان هو شخص ممكن ان انت تقلق انك تقرب منه او تكلمها. بنت على قد بساطتها بس بتعرف كويس قوي، تحس كده انها واحده عارفه قيمتها صح من الاخر. فيوم ما شفتها اول مره كنا واقفين انا وهي عند الاسانسير وواقفين وبنسحب الاسانسير وهنطلع، كنا عندنا تريننج مع بعض للصدفه، وكانت لابسه شنطه حلوه قوي كعادتها. يعني هي دايما كل حاجه كده عند نهى. هي اللي مدياني الحلقه ده النهارده بالمناسبه، يعني حلقه مامتها ده اغلى حاجه يعني عندها، وده يوضح علاقتي بيها يعني عامله ازاي. امبارح لما لبستني الحلقه انا عيطت. فاول ما شفت شنطتها كده انا سرحت فيها. انا شخص طول عمري عفوي جدا، فبلمت كده وسرحت ومش واخده في حساباتي يعني انا ببص ازاي. فلقيتها هي بصالي قوي كده، اللي هو يعني انتي متنحه لي قوي كده ليه؟ فقلت لها، فكسفت كده قلت لها شنطتك حلوه قوي. فراحت بصالي كده من فوق لتحت وراحت قالت لي مش بتاعتي، وراحت ماشيه وسايباني باسانسير فتح وراحت داخله. على قد ما انا الموقف ده كان المفروض ان انا اتخض يعني، بس حسيت، وانا دايما احساسي صادق يعني الحمد لله، انه هي بنت عارفه قيمتها قوي. احنا بنقولها تقيله، بس هي لسبب ما كان عندي صوت دايما جوايا يقول مش لايق عليكي اللي انتي بتعمليه ده، انتي جواكي في شخصيه تانية. وفعلا سبحان الله دخلنا التريننج وتعرفنا على بعض قوي وبقينا صحاب قوي. فانا من يوم ما عيني وقعت عليكي ممكن اقولك ان اول حاجه اتعلقت بيها فيكي ان انتي واحده عارفه قدر نفسك، وانتي علمتيني ده. وحتى لما حكيتيلي عن الحديث ان المؤمن لازم يبقى عارف قدر نفسه، فهمتيهوني صح، انه قدر نفسك ده لا، ده قدر كبير، ده مش قدر قليل، ده مش حديث عن التواضع، ده حديث بالعكس انه يشجع الواحد ان هو يبقى عارف قدر نفسه. ولكن ده ملوش علاقة بالغرور يا جماعة. فإنه إزاي شخص يكون عنده هذا الكم من التواضع والبساطة في حياته، لأن انتي من أبسط الشخصيات اللي أنا شفتها، وبشوف ده وانتي بتتعاملي مع كل الناس، وبشوف ده وانتي بتحترمي كل الناس ومقدرة كل الناس، بس انتي بتعرفي كويس قوي تحطي قدر نفسك، وبتعرفي كويس قوي تقفي كده وتقولي لا أنا مش هعمل ده، أو أنا ما يصحش، أو شكلي منظري قيمتي. ازيك يا نهى؟ انا متأثرة قوي اصلي من الكلام. خليني اقولك على حاجة. الحديث بتاع رحم الله امرئ عرف قدر نفسه it goes both ways، بيمشي في سكتين. المتعارف عليه ان احنا بنستخدمه في التقليل. لما حد يفتي في حاجة او يدعي انه عنده معلومة معينة، او يحب يتواضع وهو بينصح حد فيقولك لا انا فين، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انت لازم تقدر نفسك صح ايا كان انت فين، فوق ولا فين، هتقدر تدي وفين هتقدر تاخد. وهي دي الحكمة اللي ورا الحديث، مش تقليل وتواضع والقصة دي. هقول لك حاجة أول مرة أقولها، أو actually أول مرة يحصل لي وعي فيها من فترة قليلة قوي. فكرة السلف وورث، أو إن أنا عارفة قدر نفسي. طول عمري كنت بدعي إن أنا عارفة قدر نفسي، إن I know my worth. لا this is so beneath me، ده أقل مني قوي أو. وآخر فترة في حياتي دي تعرضت كده لكم experience
انا عندي الحته اللي انت قلتيها صح دي، بتاعه ان انا ممكن ابقى perceived او يتاخد عني فكره ان انا كده شويه. و I think ان ده ليه علاقه بالعكس، بان انا كنت شايفه نفسي not enough، مش كفايه، فعندي حته بتحاول تشب كده، حتى لو بتتعمل وانا جوايا نزعه اللي هو لا انا عايزه اتواضع، لا من تواضع الله رفعه او وات ايفر. بس اكتشفت ان جزء كبير منها قوي ادعاء، claiming. البني ادم لما بيعرف قيمه نفسه ما بيحتاجش الاتيتيود ده، مش بيحتاجه. كأن كان في صوت داخلي inner voice او حاجه بتقول لي you need to maintain a certain image، في صوره معينه انت محتاجه الناس تاخدها، مع ان الصوت ده انا ما كنتش بسمعه، بس كأنك ماشيه على اوتو بايلوت. الصوت ده بليف ولا عادات ولا تربيتنا ولا الصوت ده بيتهيألي كان جاي من ضعف، ان ممكن the way الطريقه اللي احنا اتربينا بيها، ان انت على طول you can do better، في نقد، في توجيه، حتى لو مش نقد يبقى توجيه، بس ممكن يبقى توجيه بشكل مباشر شويه، او في تعنيف بسيط، او في في ان احنا بنحاول نوصل لايمج، عندنا ستاندردز معينه ثابته، واحنا ربنا خلقنا كل واحد فينا متفرد جدا في كل حاجه، فما ينفعش يبقى البار علينا كلنا نفس الحاجه، الا الحدود طبعا الواضحه، الحرام والحلال والحاجات دي. لكن البار ده متغير جدا، الحد اللي محطوط ده متغير جدا، بس كلنا بنشب او اتربينا على شب، انتي لازم تبقي زي كذا، او انتي ولو ما تقلكيش كلمه لازم. بس شفت يعني الاهالي اللي كانوا بالنسبه لنا احنا بنقول عليهم دول حنينين، دول شفتي معرفش مين عمل ايه، بجد ربنا يبارك لها. هي ما عابتش في الطفل، او ما بتقولش لابنها حتى يعمل احسن، بس حتى الشكر او البريزنج اللي احنا كنا بنستخدمه بيتهيألي كان بيبقى فيه زي هيدن مسجز كده. زي الحتة دي مهمة. زي مثلا واحدة ولادها مثلا شعرهم مش ناعم او سمر او وات ايفر، هي مش بتعمل بادي شيمينج خالص، بس لما بتيجي تمدح هتقولك بس بصي بلوند ازاي، بس بصي بيضة ازاي، كأن ان النعمة او الحاجة التانية دي حلوة قوي. احنا ما جبناش سيرة الحاجة اللي عندنا ولا زمينا فيها حق ربنا، لا خالص، بس في تطلع كده للحاجة التانية ايا كان هي ايه. انا عايزه اقول بس انه احنا مواليد تمانينات، اعتراف، اوائل التمانينات. اوائل التمانينات كمان. ف من اكتر الحاجات بتضحكني لما بتحكي موضوع البيضه والسمره ده، انه ليه احنا واحنا صغيرين احنا طبعا يا جماعه كنا جيل ساذج جدا. يعني انا لسه اكتشفت من يومين ان انا ونهى كان عندنا تروما حاجه اسمها الاشكيف. يا ريت مواليد الالفينات ما يخشوش يدوروا على ايه الاشكيف ده، الاشكيف المخيف. احنا كنا بنخاف منه جدا لحد ما كبرنا. واكتشفت وانا ونهى ان احنا كان عندنا التروما دي لحد سن الجامعه مثلا من الاشكيف ده. ان احنا واحنا صغيرين كنا لما نروح اطفال كنا بنبص نروح الافراح نشوف العروسه ننبهر بجمالها. العروسه دي بالنسبه لنا كانها ملكه او اميره، وكانوا دايما يغنوا العروسه البت بيضه بيضه بيضه. وكنا نحس ساعتها بانه اي واحده مش بيضه. يعني انا برضو في اخواتي كنت انا عندي يعني احنا 4، وانا الوحيده اللي كنت سمره، وانا الوحيده اللي كنت مش شبههم، كنت شبه بابايا. فاكره برضو ماما يعني الله يرحمها طبعا من غير قصد ولا اي حاجه، بس لما كنا يجي لنا ضيوف مثلا اول مره او ناس مثلا يشوفونا اول مره، فماما هي تعرفهم عليهم تقول لهم ايه، وياسمين والله دمها خفيف يعني. فبرضه هيدي المسج انه يعني هي مش حلوه بس هي دمها خفيف يعني تنفع. فاحنا فعلا لا تعرضنا بدون قصد او بقصد بشكل مباشر او غير مباشر، بس تعرضنا لصورة من صور التشكيل والتضييق علينا كأنها اسطمبات يا ياسمين. على فكرة هي معمولة دلوقتي بس بشكل مختلف شوية، زي فكرة الانجكشن والفيلرز وبيجر ليبس. لو رحتي مكان especially لو هاي اند مكان فيه ناس A class وكده، you can find ان في pattern. lips are filled, cheeks are up, العينين especially يعني بتنزل موضة في سحبة العينين. ومش فكرة اي ميك اب ولا بتاع، لا physical changes.
تغييرات جسدية يعني بالجراحات بكده، أيوة. مش مجرد بس انجكشن. فكأنه قالب وانتي محتاجة يا اما تتقصي يا اما تتنفخي عشان تتحط فيه. كأننا كلنا فعلا هناخد نفس الشكل. exactly. انا في دكتورة تجميل مرة، اذا صح القول يعني ان انا اقول عليها دكتورة تجميل، قالت لي انت محتاجة تعملي مناخيرك. هي اللي قالت لي، اولا مش قالت لي انت الوحيدة اللي بحبها فيها هي مناخيري. فانا دي الحاجة الوحيدة اللي انا راضية عنها يعني. فقالت لي انت محتاجة تعملي مناخيرك. فقلت لها ليه لازم اعمل مناخيري؟ قالت لي لا، هي مناخيرك حلوة بس هي مش قد المقاييس. فحسيت انه ايه ده، طب والمقاييس دي يعني هنقعد نمشي فعلا بالمقاس، ان مناخيري المقاس بتاعها بتاع السنه دي المناخير تبقى المقاس هكذا. ايوه سبحان الله. فهي فعلا دلوقتي موجوده بس اتغيرت. الموقف اللي انت بتقوليه ده فكرني باول مره في حياتي احط ميك اب. انا امي الله يرحمها كانت فيرم جدا وشخص حنين جدا وجيفنج ولافنج وكده، بس عندنا هاوس رولز فيري ستريكت مش questionable اصلا مش حاجه نقعد نتكلم فيها يعني. وكان موضوع الميك اب ده بالنسبه لها حاجه اللي هو لا لما تكبري. فكنت تقريبا عندي 14 15 في السن ده، ورايحه فرح حد من العيله وكده، رايحه بقى عامله شعري، وده ايفنت بقى في حد ذاته ان انا اعمل شعري وكده. واتسمح لي ان انا احط ميك اب اول مره في حياتي. وخالتي ربنا يحفظها يعني كانت في البيت اللي قدامنا على طول، فايفنت بقى العيله ملمومه بقى وان هو هتحط ميك اب وكده. فحطيت ميك اب انا فاكره في مرايه الحمام عشان الاضاءه فيها تبقى جامده، وعمالين بقى بيرسموا وبيعملوا والجو ده، وطالعه حاسه ان انا ملكه جمال الكون. طبعا استغفر الله العظيم يا رب لما بفتكر الصوره حاجه بشعه، بس يعني باك ذن لا تهزروا ولا ايه، انا طلعت حاطه ميك اب. وفاكره رياكشن ابويا، رد فعل ابويا اول لما شافني. وانا ابويا وانا طفله وسن مراهقه لغايه دلوقتي يعني ربنا يحفظه، من اكبر الداعمين ليا حتى سايلنتلي، هو مش محتاج يتكلم بس وجوده في حد ذاته ري اشورنس بالنسبه لي. فطلعت فبص لي كده وقال لي ايه؟ قلت له ايه يا عم الحاج، ايه انت ما رايك؟ انبهرتش ليه؟ مش مبهور ليه زيهم؟ قال لي ليه؟ قلت له ليه ايه؟ ليه حاطه ميك اب؟ قلت له بابي مامي اخيرا سمحت لي انا حاطه كحل، بص بقى وفرحانه جدا اكسايتد. قال لي ليه؟ هما يحطوا ميك اب لكن انتي لا، مش محتاجه. شوكينج جدا. ذاتس مش هو ده الرياكشن اللي انا مستنياه. انا مستنيه بقى انا كبرت بقى وبقيت انسه سبحان الله. بعد الكلمه دي انا دخلت غسلت وشي ونزلت رحت الفرح حاسه ان انا ملكه جمال الكوكب. وعليها لحد النهارده مش بتحط عليها انا عايشه على الكلمه دي لغايه ساعه بحط ميك اب قبل ما انزل. هتحطي حاجه يا نوع؟ انا ما بحبش الميك اب الصراحه. مش تقليلا منه، لا مش بيليق عليا. جربت والله مش بيليق عليا. وبعدين انا شخص بلمس وشي على طول، فما بحبش احط اي حاجه على وشي. يعني ممكن احط ليب جلوس، شويه بلاشر، كحل عربي بحبه، لكن ما بحبش احط برودكتس على منتجات على بشرتي، لا ما بحبش. طب يا نوها، مش بشكل شخصي بس بشكل عام الى حد ما، لو تقدري تقولي لي مثلا الست في الميدل ايست، في الحته بتاعتنا احنا في الست العربيه، ايه اكبر دواعم او ايه اكبر مصادر لاحساسها باعتزازها بقيمه نفسها؟ هقولك بيزد على اللي انا شايفاه اكسبيرينس، يعني من اللي انا شايفاه في الناس اللي حواليا، وبطبيعه برضو ان انا بشتغل في people learning and development، فبشوف الديفلوبمنت اللي بيتعمل for females. والشركه اللي انا بشتغل فيها صراحه مهتميه جدا، عامله بروجرامز للستات، مثلا بروجرام اسمه ليفل اب او وومن اب كمان، ازاي الفيميلز يعملوا اب سكيلينج مهاراتهم كتكنيكال ولا حتى بيرسونال؟ everything. طب حلو. وازاي الشركه بتسبورتك ان انت تبقي ام احسن and all of this. مهمه قوي. the way we are raised في الميدل ايست، جزء كبير جدا او actually الجزء الاكبر والاول في الفاليديشن
او validation ممكن تبقى بالعربي ايه؟ الدعم، مش الدعم، التأكيد أو التوكيد، التوكيد. خارجي مش داخلي. وبيجي من فكرة السيرفنج، من فكرة انت بتقدمي ايه، بتخدمي ايه. فانت بنت بره عشان تخلي بالك من اهلك، انت ام كويسة لان بيتك نظيف ولان ولادك كذا ولان كذا ولان كذا. الفاليديشن كلها انت بتقدمي ايه للاطراف اللي حواليكي، على عكس الفاليديشن اللي بتيجي للرجالة. انا بتكلم الفاليديشن الاوليه، التوكيد الاولي، مش التوكيد في شكله. راجل جدع، راجل ابن ناس، راجل كواليتيز فيه هو. صحيح الجدعنه دي بيقدمها لناس تانية طبعا. بس هو يوصف بالجدعنه، راجل طيب، راجل اخلاقه كويسه، يعتمد عليه. كلها كواليتيز لما تسمعيها انت ما شفتيهوش بتحبيه خلاص. جدع وطيب وحنين، قد كلمته. راجل معروف انه قد كلمته. الست تقولك عليها صينية مكرونة بالبشاميل زي ياسمين مثلا. ولادها فلة. الجادجمنت بيجي او الحكم بيجي بالامباكت بتاعك على الناس اللي حواليك، which is حاجة حلوة جدا. دي نعمة برضو. لان لما تبصي لها كده من حتة ابعد، انت فاهمة انت شخص مؤثر قد ايه. الامباكت بتاعك، السيركل بتاعت الامباكت كبيره قد ايه، بتاثري في ناس حواليكي بتاثري في حد ذاتها. انا بشوفها ان هي ميزه خطيره يعني. فبحس ان الفاليديشن ما تربناش على انها تجيلنا من حاجه فينا احنا، حاجه انتي بتعمليها. حتى الستات اللي جت سبريزد او البنات اموره قوي، شعرها حلو، حاجه انتي مالكيش فضل فيها، نعمه ربنا انعم بيكي عليها. لكن مثلا لما ولد مثلا امه تحب تشكره مثلا، ممكن تقول له انا بطمن وانت معايا. هو الامباكت بتاعه انه بيطمنها، بس هو في حد ذاته هو الطمأنينة بالنسبه لها. فبحس ان الفاليديشن من اتليست الايرا اللي انا، الحقبه اللي انا كنت فيها دي، كان شهاده الناس او اعترافهم بقد ايه انتي بنت او ست كويسه، جايه من كونسبت what are you providing serving. رغم ان فكره البروفايدنج او العطاء تيجي المفروض من الراجل masculine energy، والريسيفنج feminine. صح. يعني الطاقة الأنثوية المفروض ان هي بتستقبل. ربنا خلقنا كده، حتى احنا عشان نخلف لازم نستقبل، علشان نعمل بيت لازم حد يشتري لنا بيت يعني عشان تتجوزي proposal. بالظبط، لازم هو اللي فالست المفروض الطاقة الأنثوية التوازن الطبيعي ما بين الراجل والست. وعلى فكرة في حاجة مهمة جدا الستات كتير قوي مش عارفاها، ان الراجل بيستمتع بالعطاء. بس احنا ما تربناش على الحته دي، ما تربناش على الحته دي. حتى لما ترجعي كده ياسمين بالزمن، اهالينا كانوا عاملين ازاي؟ الست كانت دايما جايه على نفسها وبتضحي والراجل، بس احنا ما شفناش الحته دي. وبيضحي بره البيت. انتي دماغك مش جايبه. انا مثلا بتكلم على الاكسبيرينس بتاعتي، انا بابايا مهندس طيران، فبيسافر محركات طيران وكده، وميشنز وكندا وامريكا فانا بالنسبه لي مين اللي شايل الليله؟ الام. بالنسبه لي هو سورس امان، سورس لو احتاجنا اي حاجه بنرفع سماعه التليفون، واي حاجه بمعنى دعم حتى نفسي. انا متضايقه، انا مش مستريحه، انا قلقانه من بكلمه and he's always there. بس الديلي ايمج عامله ازاي؟ في ست شايله الليله بعيال ببيت في بلد لوحدها، وذر بقى البلد دي بلدها هي لان احنا مقيمين في مصر، او بلد اخرى لان هو كان ممكن يبقى بيشتغل في بلد تانية فنبقى عايشين في بلد تانية، وهو برضو بيسافر بس احنا بيست في البلد التانية. فالمنتل ايمج بتاعتي كطفله، الست شايله الليله رغم ان في صوره تانية بره. وانستلي بشوف ان الامهات او الستات ما بيوصلوش الصوره دي، ومش موجود. لما يجي يقولي له بس ما بيتحكيلكيش الراجل ده بيعمل ايه بره. صح. لا ما تعرفيش. لما بنكبر بس بتبقي خلاص الباترنز اتربت واتأسست، فلو ما حصلكيش وعي في الحتة دي وأدركتي وابتديتي تغيري أفكارك والحاجات المرسخة اللي عندك دي، هتفضل نفس الإيمج. وهو ده اللي موجود دلوقتي عندنا.
الستات مش عارفين يبقوا ستات اه لان شايفين ان الريسيفنج ده ضعف، والرجاله ما تعودوش صح. على حته، فهي مش غلطتهم طبعا لكن محتاجه شويه تصحيح او تركيز. تصحيح المعتقد ما بيبقاش حاجه سهل، لازم حتى لما بنعرفها مع الوعي يعني بتاخد وقت ان الواحد يشتغل عليها. طبعا انا خدت وقت كتير جدا لما قعدت من الشغل، لما خلاص قررت ان انا اتفرغ يعني، ومش عارفه اطلب حاجه من كريم. بالنسبه لي دي حاجه غريبه جدا. انا طول عمري بشتغل وعندي مرتبي وعمري ما اعتمدت عليه ماديا. ازاي انا دلوقتي مثلا عندي حاجه عايزه اشتريها هقول لكريم اديني فلوس مثلا، او يعني هطلبها ازاي؟ وخلي بالك احنا بقى كمان متربيين ازاي، الستات جت على نفسها قوي، فحته ما تجيش على نفسك كرامتك مش، فعندك حته اللي هي اللي انا بقولها لك دي، هي دي جايه من ضعف، مش جايه من قوه، جايه من فكره انا مش عايزاكي تتحطي في الموقف ده زي انا مش عايزاكي تحتاجي لحد. محتاج لحد يا ستي؟ ده ربنا خلق البشريه كلها عشان يحتاجوا لبعض، تسيبيني احتاج لحد؟ صحيح. فايه اللي فيها؟ ليه سهل عليكي تروحي تطلبي من واحده صاحبتك بس مش سهل عليكي تطلبي من جوزك؟ لما تبصي عليها كده ممكن واحده تبقى فعلا عندها مشكله ماديه او نفسها تجيب حاجه، فصاحبتها تجيبها لها بالكريدت كارد او تسلفها الفلوس او وات ايفر، بس مش هتطلبها من جوزها. ليه؟ مع ان it's very empowering ان الراجل يحس انا محتاجه لك، هو بيبقى مبسوط جدا. وبعدين it's very empowering for you as a female، انا ما بحتاجش رجاله الدنيا، انا بحتاجك انت بس. انت الراجل، انت راجلي، انا محتاجاك انت بس. انا لما اشتغلت عليها الاول ان انا بدات اسحب كم الماسكلين انرجي او الطاقه الذكوريه اللي عندي، هنموت مخنوقين بالماسكلينتي. طبعا ماسكلينتي رهيبه عندنا. يعني كانها مثلا انت في الاوضه دي انت وهو، فانت لما دخلتي الاوضه دي مليتيها كلها طاقه ذكوريه، فانت قللتي، هو مش لاقي مكان يطلع فيه الطاقه الذكوريه بتاعته، ما انت طلعتيها، انت عماله تدي 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 وعماله تشيلي 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 وتتحملي في المسؤوليه، لا خلاص انا هعمل ده، لا خلاص انا هعمل ده، لان انت برضو ممكن يكون عن بار ستاندرد انا عايزاه يتعمل بالطريقه دي بالليفل ده، وهو ممكن ما يبقى مش متعود او مش عارف او مش مقتنع او that's not his own benchmark، ما هو مش ده الحد بتاعه. واحنا برضو خلي بالك جزء من الماسكلين انرجي بيبقى فيه حته السيطره. فانت عايزه up to your level says who that it is his level، ده البار بتاعك انت مش بتاعه هو. وجزء من تربيتنا للبنات عشان الزمن اللي احنا فيه والجو ده، انها تعرف تعمل كل حاجه لوحدها وانها تبقى قادره which is very good، ربنا يديم قوه الستات عليهم. بس what if you don't need it؟ دي مش محتاجاها، ليه to use it؟ يعني اقدر اعمل بس مش شرط ان اعمل. زي بالظبط كده ان حد يتجاوز معاكي في الكلام، الطبيعي انك توقفيه، فانت قادره انك توقفيه. لكن في ناس تقولك تستخدم الموقف ده وتقولك انا ما ردتش عشان انا احسن منه. اسال نفسك، انت ما ردتش وكنت قادر انك ترد، ولا ما كنتش قادر فتبنيت كونسبت التسامح عشان يبقى السيلف ايمج بقى صورتك قدام نفسك، شفت انا طيب ازاي؟ لا. عشان كده من اعلى المراتب العفو عند المقدره. لو انت غير قادره، يعني لو حد جه اخد منك حاجه غصب عنك وانت غير قادره انك ترجعي حقك، فخلاص. لكن لما تكوني قادره وانت عارفه، وسبحان الله الدنيا دول واللي قدامك بيبقى عارف ان انت قادره تاخدي حقك، وانت اللي تختاري انت الاعلى، هتقولي دنيا ولا اخره انا راضيه، انا سبته لوجهك. لا ليفل تاني. فنربي بناتنا ان هم يبقوا قادرين واقوياء وتعرف تعيش لوحدها وكل حاجه، بس ده ما يخليكيش دونت اكتيفيت الاوبشن ده، تشغليهوش، ما تدوسيش على الزرار بدام في حد يعمله. ودي فاليو ليكي وليه، انت هتتبسطي ان انا محتاجه لك انت بس، انا عايزه ابقى ست معاك انت بس. وهو فكره جنجورة الجناجير مع شفت في الشغل عامله ازاي، بس تيجي عندي انا وتستغربي لما تشوفي very empowered women chairman ولا CEO ولا whatever وتشوفيها مع جوزها
تقلب عيلة، تخشي تهزلها المكاتب والناس وتقوم تقف، بس معاه هو لا. فكرتيني بمدير كان مره زمان عندي سالني، قال لي انت بتكلمي جوزك كده؟ استغربت قوي. انت ازاي تحط نفسك في مكانة جوزي؟ اكيد ما بكلمش جوزي كده. انا في الشغل حاجه عادي، انا في الشغل عبده. انا قلت لكم قبل كده اسمي كان في الشغل عبده. في الشغل انا راجل، انا محتاجه الماسكلين انرجي بتاعتي. بس خرجت من الشغل لا خلاص. طبعا مش محتاجه الطاقه لا، دي. وخرجت من الشغل ومعاه. بالظبط. بس كان في كلمة كنت بسمعها زمان من أبويا وما كنتش بفهمها وأنا طفل، كنت بستغربها جدا. كان بيقول لي كنف راجل. لحد ما عرفت الشعور ده، حد انتي بلايندلي كده مستأمناه، يعني لا لا لا، تخشي كده وخلاص تمام. انا بحس في كنف راجل دي ان انت قادره تتسندي عليه، ما يعني exactly، هو ما بقولك تخشي خلاص. انا يعرف يتصرف، يعرف يحتويكي. ولو اني يحتويكي دي احنا عايزين نقعد نتكلم فيها كتير. الاحتواء ده مش حاجه. ساعات ياسمين بتبقى انتي شخصيا ما انتش عارفه انتي محتاجه ايه. ايوه. وسبحان الله ربنا يرزقك بحد من الكلام معاه تعرفي. يعني انا بحس ان الرجاله بيبقوا very objective، هو عارف هو عايز ايه. احنا جزء كبير من الوعي اللي بيحصل لنا through conversation واحنا بنتكلم. وعشان كده الفيميل توك وفكره ان يبقى ليكي اصحاب بنات مهمه جدا. مهمه جدا. تصدقي يا ياسمين وانا بكلمك دلوقتي حصل كذا كذا كذا، فتبتدي الفكره تيجي في دماغك. انت من اكتر الناس اللي بتعملي معايا كده، وانت بتحكي لي حاجه تقولي ايه ده انا عرفت المشكله دلوقتي. وانا قاعده ما انا بسمعك ممكن يبقى راجع يعني الغباء او تاخر في لا الفهم. انت بتبقي انت اللي بتحكيتي، انا ما قلتش اي حاجه خالص. انا بصلي كده دلوقتي ايه ده؟ طب ما هي دي مشكله. بيحصل لنا وعي بالمشاعر اكتر بتاعتنا من خلال الحوار. فعشان كده الفيميل توك ده لما تلاقي بنت قريبه لامها لجدتها لخالتها، في الحوار نفسه في الكلام بينهم ممكن تعرف حاجه عن نفسها. مهم قوي ان الست تبقى عارفه هي عايزه ايه. سؤال احنا بجد بنساله وبنتساله كتير جدا وملوش اجابه، وسبب في خراب بيوت كتيره جدا. يعني انا مثلا لما تيجي واحده تقول لي مثلا، انا مثلا في سؤال مثلا بعرف منه، صحابي كتير قوي يقولوا لي مثلا عايزين مني ادفايس او حاجه، تقولي انا عايزه اتطلق مثلا. اقول لها طب لو عملي، حتى لو حاجه قولي حاجه خياليه، حاجه مش هتحصل يعني. لو عمل ايه ترجعي له. لو انت ما عندكيش اجابه، يعني انت مش عارفه انت عايزه ايه، فتقولي مثلا لا مهما عمل، فاعرف هي مش عارفه هي عايزه ايه. او اتس ديد اند. ممكن برضه لا ممكن تقولي حاجه خياليه، يعني زي مثلا هو يبقى يعني واحد مثلا. اقول لك على سؤال قولي. بنساله كتير قوي في الكوتشنج whether personal ولا business. if you have a magic wand، لو معاكي عصايه سحريه بالظبط، وعندك حاجه واحده بس هتغيريها في السيتويشن ده، حاجه واحده، ايه هي؟ بتساعدك انك تعرفي انت عايزه ايه. لما توصلي الاجابه ما تشتغليش على حاجه تانية غير اللي انت طلعتي عليه، خلصيها وبعدين ابتدي في حاجه تانية. بس ما تشتغليش يعني مثلا ايه الحاجه اللي لو اتصلحت بينا هتبقى الدنيا تمام؟ الكوميونيكيشن، التواصل. ما تشتغليش بقى على حاجه تانية خالص. تقوليش هرتب البيت حتى لو انت عارفه ان التواصل ده حاجه مستحيله. exactly. بالظبط. ممكن يبقى عشان يتواصل بيحتاج المكان يبقى مرتب، هو بيبقى اهدى لما المكان يبقى، فتبتدي ترتبي البيت. بس الدرايفر بتاعك اللي بيسوقك في العلاقه دلوقتي تحسين التواصل، ما تشتغليش على حاجه تانية. بس انا بشوف برضو انه نرجع تاني لحته قيمه الواحد او احساسه بقيمته، انه سبب كبير قوي في انه ان الواحد ما يبقاش عارف قيمته ايه، ان هو ما يبقاش عارف هو عايز ايه. دي انا بحسها ان هي ريليتد، لان الواحد وهو تايه، انت مش عارفه انا عايزه ايه، فهعرف انا قيمتي ايه. فمش عارفه كمان انا عايزه ايه، دي بتخليني عامله زي، يعني لو هشبهها برضو تشبيه، انك كانك بتنزلي مثلا انت مثلا في بلد غريبه عمرك ما رحتيها قبل كده، وسايقه ومعكيش GPS ومعكيش اي خريطه ومعكيش اي حاجه، وماشيه مش حاطه ديستنيشن، مش حاطه جهه وصول، بتركبي طياره انت مش عارفه هي رايحه فين. فانت هتوصلي فين؟ مش توصلي لحاجه.
ممكن تشوفي حاجات حلوة وانت ماشية بس. مم. بس فعلا مش توصلي لحاجة او ويمكن توصلي لحاجة. يعني رأيك ان الواحد ساعات يمشي كده وهو مش عارف هو رايح فين؟ رأيي ان في كل الحالات ما تخليش حاجة توقفك. يعني شوفي ايه اللي هيمشيكي. intuition، حدس جواكي، لوجيك، منطق، وتارجت انت حطاه، هدف انت حطاه، بتحطي شورت جول يعني ولا ظروف. بتحطي بلان يعني اهدافك؟ انت بتحطي هدف ليومك؟ ما كنتش الصراحة، بس بقالي آه. فترة بحط. آه. وده ليه علاقة بالسلف وورث اللي انت كنتي لسه بتتكلمي عليها. لما كنت بقولك ان انا كنت بشوف ان في جزء كبير قوي من تصرفي ده ادعاء، انه مش جنون. انا عارفة ان انا بني ادم، يعني كنت بحس ان انا اكبر مميزاتي، لو انا من حقي اقول كده، ان I have a good heart. وكنت يعني بحس ان دي نعمة كبيرة قوي، ان ربنا ينعم على حد انه ما يعرفش يشيل حاجة من حد، ما يشيلش، مش لان بتشوفيها بتاكل في ناس. فبحس يعني طب ماشي انا ما عملتش كذا، يا ستي على الاقل قلبي مش عارفه ايه، على الاقل كذا كذا. لغايه بقول لك فتره كبيره حصل كذا يعني learning experience، مش عايزه اقول انها حاجه وحشه، بس يعني تجارب. حصل فتره تجارب. و وتعرضت ان انا اسال نفسي هو انا فعلا كده؟ هو انا مش عارفه نفسي في الحته دي، ما اعرفش. ما انا مشغوله قوي، ام وعيال وبشتغل وولدين يعني طفلين يعني وتمرينات فمشغوله جدا، ما عنديش وقت ان انا اعمل الريتشك، اراجع نفسي. أيوة. انا فين في الحته دي؟ لغايه learning experience حلوه دسمه، فيها حاجات حلوه كتير جدا، وفيها lessons رهيبه. اللي حصل لي انا ان انا ما اعرفش ده بيحصل للناس ولا لا، بس انا عشان اوصل للسلف وورث فعلا كنت لازم انزل تحت قوي. فوقت متاخر شويه، فاهمه؟ عارفه بتحسي ان انت زحليقه كده ونزلتي تحت. لما نزلتي تحت بقى الاسئله كلها، ايه اللي وصلني كده؟ سيبك من اللي حصل، سيبك مين عمل ايه، سيبك مين قال ايه، انت ليه سبتي نفسك تتزحلقي قوي كده؟ هو انت شايفه نفسك فين؟ ليه ما قمتيش في النص؟ مع ان كان سهل يا نهى تلعبي دور ضحيه. هتعلم ايه؟ أيوة. حتى لو لعبته. وعلى فكره دور الضحيه مش مريح خالص، بنلعبه اوقات كتير جدا في رولز. اصلا انا ام واهم حاجه ولادي، سهل يعني تلاقيه في اي دور. ايوه. بس فكره هو انت ليه ما وقفتيش في نص الزحليقه؟ انت بتمثلي، انت مش ممكن تبقي عارفه ان انت كويسه، او الاستحقاق اكتر منها سيلف وورث. الاستحقاق، انت شايفه ان انت ما تستحقيش. انت لو عارفه قيمه نفسك، رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، لو قلنا اللي هو بيتقسم حلو ووحش، ما نزلتيش من على الزحليقه ليه؟ ليه؟ سيبك الناس شايفه ايه والناس بتعمل ايه، انت ما شفتيش في نفسك انك تستحقي ان to draw the line. كملتي زحلقه ليه يا روحي؟ مشكله عندك انت. كتير مننا قوي اصلا الناس كلها تبقى شايفاها ان هي فوق في قمه الزحليقه، بس هي اكشلي هي عارفه بينها وبين نفسها الحقيقه. عشان كده بقولك البار مختلف، يمكن دي أيوة. قمه زحليقتك انت. عارفه بتروحي باركس ويبقى فيه زحليقه اكبر من واحده، احنا بندعي برضو احنا بنبين نفسنا جامدين، احنا من اكزاكتلي احنا بندعي. زي فكره الناس اللي ما بتعيطش، وانا كنت منهم. انا ما عيطش قدام حد ابدا. سترونج اندبندنت، سترونج قوي. ما كنتش بحسها سترونج، لان كنت لما بشوف حد بيعيط بحس يا بخي يا ابن الله. مش عارفه تعيطي، مش عارفه. I cannot find it in me. يعني my maximum vulnerability ان عينيا تلمع كده وترغرغ. ليا انا وعيلتنا cousins بتوعي ولاد عمتي وكده قريبين قوي من بعض، اغمض عيني وانا بحكي لهم حاجه مضايقاني فعلا، اغمض عيني عشان الدموع دي بقى تنزل، تقف في رموشي، ما تنزلش على خدي.
يعني it was very difficult بالنسبة لي. عندي حتة بقولك لا it is pretending طبعا. وسبحان الله تحصل لي في مشاكلي أنا، حد عنده مشكلة أعيط عادي جدا. شفت أي حيوان مثلا في الشارع عطشان، طفل أتأثر جدا مثلا لو طفل مش بيعاني ولا حاجة، بس مثلا مامته شالته وراح محسس على شعرها، عادي مش محرومة من الأطفال وعندي عادي. بس الإيموشنز دي as long as I can relate أو أقدر أوصلها بحد تاني I felt safe تمام. أنا شخص إيموشنال، فأنا يعني أمانك في إن أنتي تأثرتي لغيرك، بس أنا I can handle myself على myself نفسي وإيموشنز وكده. I can handle myself ولا أنا ما أزعلش على نفسي. my own لا أزعل، بس يعني مش درجة تعياطي يعني، فاهمة؟ دي كان السورس بتاعها إيه؟ مصدرها ضعف إيه؟ طبعا ضعف. والضعف ده مصدره إيه؟ انت طول عمرك ما شاء الله ناجحه سباحه وانت طفله، وبعدين ما شاء الله يعني شطوره في المدرسه، او مش شطوره في المدرسه ليه بنكذب كده عشان بنصور شطوره في المدرسه عشان الولاد لما يتفرجوا، لا كانت شطوره في المدرسه مع افريج ستودنت جدا يعني مش خايبه يعني، عايزه اقول يعني ما كنتيش فاشله يعني. هنسكيب الحته دي عشان ربنا هيحاسبنا والبتاع ده بيتسجل. استغفر الله العظيم يا رب. يعني كنتي ما كانش عندي ليرنينج ديفيكولتيز ده اللي نقدر نقول. لا وما شاء الله يعني في الشغل من انجح الناس، يعني الناس اصلا في الشغل ما كانتش بتصدق ان هو صاحبتي. انا فاكره مره جيتي عملتي ميتنج مع واحده معانا في التيم، والبنت كانت متوتره جدا وكانت محضره لك وبتاع، وبعدين بعد ما انتي مشيتي راحت قالت لي دي سالتني عليكي، دي تعرفك. قلت لها انا وهي اصحاب. راحت بصلي كده قالت لي نهى فايد صاحبتك انتي؟ لا بس خلينا نقول ليه ده ملوش علاقه بالشطاره. يعني انت برضو كنت من الناس الشاطره جدا الشغل. بصي انت سايبه الشركه بقالك قد ايه؟ انا كنت لسه قاعده مع ممدوح في الكافيتيريا وكان بيحكي لي عن شطارتك. فلا دي ملهاش علاقه بالشطاره، يمكن يبقى ليها علاقه بالسلف ايمج اللي انا كنت بحاول ارسم. انا شخص فعلا بيحط حدود جدا يعني مش من الناس اللي سهل ان انت تقربي منهم، بس لو قربتي بتفضح طبعا يعني. بالظبط. ما انت اصلا في يوميها بقول لك اول مره خالص لما قلتي لي الشنطه مش بتاعتي رحتي داخله كده. بس هي فعلا يا جماعه الشنطه دي ما كانتش بتاعتي كانت بتاعت واحده صاحبتي، بس حسيت في اجازه وضع وانا اللابتوب بتاعي ضرب، فانا اخدت شنطتها باللابتوب بتاعها يعني استاذنتها، وهي she was nice enough to give it يعني. بس فكره ان احنا ممكن الناس ما تصدقش ان احنا اصحاب ملهاش علاقه بالشطاره ولا حتى بالكاركتر، ليها علاقه بالفكره اللي البرسبشن اللي عند الناس. انا شخص ممكن ابان ديستنت شويه، وبمنتهى الامانه انا بحس ان ده مريح بالنسبه لي. يعني انا الكلوز سيركل بتاعتي صغيره مش كبيره، وما بسعيش انها تكبر. ربنا اكرمني وحد عرف يدخل فيها، ما بحطلوش تحديات، بس يعني ربنا اذن ظروف راحه وات ايفر، فالسيركل دي كبرت اهلا وسهلا. ما كبرتش انا عندي اكتفاء ذاتي جدا بالنعم والبشر اللي ربنا انعم عليا بيهم في حياتي. انتي طول عمرك شخص لاود وعندك اصحاب، يعني حتى لما بخرج مع ياسمين مع اصحابها بحس ان تو ماتش كده الناس بتتفرج علينا. which activates برضو، وده اللي بيطمني الانر تشايلد اللي جوايا، وبيقولك انتي تعرفي انتي في علاقه صحيه ولا لا. لما الطفل اللي جواكي عارف يتحرك وعارف يطلع ولا ابتايت. وانا I was raised uptight شويه، وده يمكن يرجع للفيرمنس بتاعت البيت اللي كنا فيه والرولز والتوجيهات فادتني في حاجات كتير جدا وحمتني to be honest. يعني لو احنا من حقنا نستخدم فكرة انك اخدتي مقلب في حد او كده، انا الناس اللي اخدت فيهم مقلب في حياتي قليلين قوي، عددها محدود لان انا باخد وقت على ما اقرب. وعشان كده يمكن الرجرات عندي قليل، الندم عندي قليل قوي في العلاقات، وبحس انه فعلا لو حد فلت وقرب ربنا آذن بدرس ما كنتش هتعلمه. الناس اللي قربت واكتشفت انها كانت لا تستحق، مش لان هم وحشين، لان احنا مختلفين، فمش هينفع يبقوا في الكلوز سيركل. مش لو حشتهم والله يعني. انا برضه مواصفات يا نهى للكلوز سيركل دي قبل ما يخشوها ولا لا؟ كومفورت ايا كان. عمرها ما كدبت يعني، او عمرها ما خيبت معايا. الراحه دي جايه من الحدس مع حد حدسك يعني، اللي يقول عارفه تبقي نفسك، والناس اللي قاوحت ودخلتهم
لمشاعر معينة أو لأن بينكم ممكن تجارب مشتركة، بس كان في حتة أنا مش عارفة أبقى ماي فول سيلف، عارفة أبقى الحتة دي عارفة أبينها، بس في حتت مش عارفة أبينها ومش عارفة بوعي، هي ما بتطلعش. اكتشفت ان دول ما كانوش الناس الصح. انت مش عارفة تبقي نفسك، تبقي your full self كده. بتحسيها، بتبقي عارفة انك بتحكي على نفسك. to be honest بس بكمل ودي حاجة كنت مستغرباها في نفسي الصراحة. احنا بقى في حلقة تانية يعني هو لازم نعملها عن التعاطف، لان انا وانتي عندنا الموضوع ده بشكل رهيب. انا الحمد لله لا، بس انا اتعالجت بشكل كبير منه. والحب والتعلق، التلاتة دول لازم نتكلم فيهم بشكل وافي. بس انا وانتي بتتكلمي دلوقتي شفت، فاكرة البار اللي انتي كنتي بتتكلمي عليه ده، غالبا لما كلمتي كمان على الانر تشايلد انا بحس وده يعني assumption، اللي هو يعني القعدة دي كلها assumption. القعدة دي كلها assumption، ما حدش ياخد من الكلام ده حاجة يعني ما حدش ياخد من الكلام ده يعني، جربوش الكلام ده في البيت. انه من وجهة نظري برضو انه ممكن نكون الحاجة المشتركة ما بيننا انه بشكل مختلف خالص انا وانتي واحنا اطفال اتكبت عندنا فكرة الانر تشايلد او الطفل، الطفوله، الستاندرز اللي كانت بتحط لنا والمقاييس والمعايير سواء في البيت سواء في المدرسه. احنا كنا برضو مدارس رهبات، وانا برضو لازم مصممه ان انا اعمل حلقه عن مدارس الرهبات. فرنسي رهبات. الفرنسي اصلا كسيستم في الدراسه وكمنهج وكده يعني عنيف جدا وتقيل وسخيف وصعب وكل حاجه. وكمان الرهبات كانوا حاطين مقاييس ومعايير حقيقي كانت شديدة وضيقة قوي. بس هقولك على حاجة أنا حسيت بيها، حسيت النعمة اللي احنا كنا فيها لما خرجت من المدرسة وأول سنة ليا في الجامعة. الرهبات ربوا جوانا قيم مش موجودة في مدارس تانية. قيمة الإنسانية دي والرحمة، ما هي الإنسانية إنك كلكم سواسية والرحمة بشر. يعني الإنسانية دي بالظبط، إن انت كلنا زي بعض. فكرة إن احنا كان عندنا أيام معينة نساعد فيها الأنديكابي، ذوي الهمم، من واحنا أطفال بتساعديهم، بتأكليهم وبتنظفي مكانهم وتنظفيهم هم شخصيا، وتسعي إن اليوم ده يفتكروه لغاية ما يقولك المرة الجاية. قيم بمنتهى الأمانة أنا حسيت إنها حاجة مش موجودة في مدارس تانية. أنا فاكرة إن أنا أول مرة في حياتي أنا اسمي واسم أولاد عمامي وكده كلنا مش بيدل على ديانة معينة. الاسم اسمنا احنا شخصيا والأب واسم العيلة. ممكن اسم الجد يضرب محمد محمود واتقفر، لكن الأسامي المين أسامي مش بتدل على أي ديانة. والشكل لأن احنا ما حدش فينا محجبات، ما فيش أي حاجة تدل على اتباع ديانة معينة. ففاكرة أول سنة ليا في الجامعة أنا كنت كل ما بتعرف على حد سألني مسيحية ولا مسلمة. ده كان بالنسبة لي حاجة غريبة جدا. وإن حد يجي يقولك لا أصل احنا مش هنصاحبها. أنا بتكلم عن مصر عشان بس نبقى واضحين. مصر في كلاس معين، احنا مش هنصاحبها لأنها من ديانة مختلفة. فبالنسبة لي هو انتوا أصلا عرفتوا منين إنها من ديانة مختلفة؟ الكونفرسيشن أو الحوار نفسه مش منطقي بالنسبة لي، لأن أنا شخص مسلم اتربيت بإرادة أهلي في مدرسة كاثوليكية. ليه إن هم مستأمنين العقيدة دي أو البتاع إنها تربي عيالهم. وكنت باخد دين إسلامي في المدرسة وكل حاجة. فالفكرة نفسها كانت بالنسبة لي فيري شوكينج. حتى حصص الدين كانت مشتركة. يعني كان يخش لنا بره فيه مدام فادية، كان يعني ربنا يديهم الصحة يا رب، يعني إن كانوا موجودين. بس دي حاجة كان فيها كان فيها حزم. وبيتهيأ لي برضو بيزد على الاكسبيرينس بتاعتي، لان انا برضو مامتي متربيه نوتردام مع راهبات فرنسيه راهبات، فجايه من نفس الكالتشر سيستم. فانت ما بيتقالكيش انت صح ولا غلط. انت لو انت مش في البار، هو انت كده ليه؟ انت ما تقالكيش صح ولا غلط. انت قاعده كده ليه؟ تاكلي كده ليه؟ انتي رديتي ما ترديش، ده مش كلام كبار، ده مش انتي ليه سايبه شعرك كده كده؟ ده اللي هو ازاي حضرتك انا مره خدت فصل من المدرسه 3 ايام عشان كان في شعر لا شعري كان طالع بره
الكحكه كده، فاخدت رفد 3 ايام. انا فاكره واحنا في المدرسه ان السوريات كانوا بيعملوا لنا تشيكس على الشرابات، اقلعي الجزمه شرابك نظيف ولا لا. فكان في بنت مره شرابها كان مش نظيف، فالسير بتقول لها ليه مش نظيف؟ قالت لها مامي ما لحقتش تغسله. قالت لها مامي مالها ده شرابك انت، احنا اطفال. احنا اكشلي واحنا شحوطه لغايه قبل ما نتجوز مامي بتغسل غسيل، احنا ما بنغسلش حاجه، بنتمرمط لما بنتجوز. انا كنت بغسل على فكره. فكان بالنسبه لنا يعني ايه اغسل الشراب؟ انا اغسل الشراب؟ دلوقتي بقيت بغسل كل حاجه عادي. ما انا بقول لك عشان كده هي برغم اختلاف كابت الانر تشايلد عندي وعندك بشكل ما، انا كنت بغسل طبعا، وكنت بغسل مواعين، كنت مسؤوله، كنت وشين في البيت برضو. مواليد الثمانينات برضو اللي هيفهموا الافيه ده، ان انا كنت شخص مسؤول جدا في البيت من وانا طفله صغيره يعني. بس الانر تشايلد بتاعي لما انا اتكبت طلع عندي ان انا اول ما كبرت بقيت تشايلد فعلا يعني، من بره ومن جوه. وتصرفاتي عمري ما حكمت على نفسي ان انا ست كبيره لازم ابقى واعيه للتصرفات اللي انا بتصرفها، ومعنوها انت خدتيه للاكستريم التاني اللي هو انا لازم احافظ على ده. المره الجايه عايزين نتكلم على ايه المختلف اللي عملتيه مع اولادك، وعايزين نتكلم عن زي ما قلنا الحب والتعلق والتعاطف. وهتوعدينا بمره جايه يعني. اتبسطتي النهارده؟ اتبسطت، ما كنتش محضره حاجه خالص. احنا مش ومش عارفه احنا هنتكلم في وعماله تقولي ايه. انت احنا هنتكلم فيها، ولا لا تعالي بس وعمري ما صورت حاجه. اه اكشلي صورت قبل كده في الشركه اللي انا فيها، بس انا مبسوطه بيكي يا نهى بس سكريبت بقى وكده فاهمه، لكن حبي كده لا مفيش. بصي كلام انت عارفه يعني يوفيكي. احنا هنعمل حلقه عن صداقتنا وعلاقتنا ببعض، استنوها يا جماعه، لان دي برضو هتبقى حلقه جميله. ارجو ان انتوا تكونوا النهارده استفدتوا يا رب، او استمتعتوا حتى لو ما استفدتوا. وقت لذيذ كده نشربوا كوفي او حاجه. بالظبط. ونتمنى لكم كل العوافي يا رب. يا رب. اشوفكم على الف خير ان شاء الله. ميرسي يا نهى. ميرسي يا جاز، ربنا يخليك، حرمنيش منك ابدا. تسلمي لي.